احنا النهارده فندق إيتاب الأقصر في زيارة أول كهف ملح في صعيد مصر. وفندق إيتاب منتج سياحي جديد يضاف إلى الخدمات السياحية في الأقصر، وداخلين كهف الملح في الفندق. وقابلنا الكوتش نتعرف لحضرتك. الكابتن علاء سعيد مصمم كهف الملح. ومصمم كهف الملح. بيتكون من ايه بقى كهف الملح؟ كهف الملح كله بيبقى عباره عن طوب ملحي. تمام. دي الشغل ده كله ده فازات ملح بتتحط في البيت او في المكتب، بتطلع الطاقه السلبيه. طب دي عباره عن اباجورات مضيئه من الملح. وفي ملح الاستحمام برضه. وفي ملح الاستحمام. طيب ملح الاستحمام ممكن نشوف ده بيجي من سيرو. ده ملح الاستحمام ينقي البشره ويحافظ عليها. تمام. طيب انا دلوقتي داخل وجست بزور المكان لاول مره، هل لازم اقلع الحذاء والشراب؟ لازم تقلع طبعا. يعني لازم ابقى حافي علشان استفاد بالمكان عشان تمتص الطاقه السلبيه. طيب احنا كده داخلين المكان. ادي الملح، الارض كلها ملح، وادي الحيطان ملح. الحيطان بالطوب الملح ده ملح مش طوب. ده ملح. ملح. ده ملح. ملح مضيء. يعني ملح مضيء، يعني الحيطان ملح والارضيه فعلا ملح اهو. يعني انا بشوف كله ملح. طب الملح ده ملح خام؟ ده ملح حجري. ده ملح حجري. طيب بيختلف ايه عن الملح اللي احنا عارفينه؟ ده فيه 84 عنصر منه مفيد للجسم، فيه المغنيسيوم والبوتاسيوم، فيه كذا عنصر مفيد للجسم. كذا عنصر مفيد للجسم. طيب انا كجست داخل المكان، اول ما بدخل المفروض ان انا مثلا بقعد هنا؟ لا، دي عندك دي بتحط عليها رجلك فتمتص السموم من الجسم. دي عباره عن ملح وفيها زي سخانات من جوه. طيب لو عملت لي شو من غير الشراب زي ما انت قلت لي، لو عملت لي شو من غير الشراب ازاي استخدم المكان؟ فانا دلوقتي دخلت المكان، اول حاجه بعملها ان انا بقعد. هي اصلا هتلاقيها دافيه بتمتص كده السموم من الجسم. يعني ملح مضيء بتمتص السموم من الجسم. ملح مش مضيء، لا هو ملح وفيه سخانات. السخانات ديت فيها درجه حراره معينه بحيث انها تسحب السموم من الجسم. تمام. بعد قعادي هنا بقعد مده قد ايه؟ بتاخد من 10 دقائق ل 25 دقيقه. ل 25 دقيقه. المكان كله ملح دلوقتي. السقف كله ملح. السقف ملح. انا كده لو بصور السقف وشايف السقف ملح، والحيطان ملح. ده طوب ملح وملح مضيء. ملح مضيء والارضيه كلها ملح، واللي بيدخل حافي. وعندي ده نقول ايه ده؟ دي منتجات الملح. دي منتجات الملح دي للبيع. يعني للبيع. يعني انا مثلا جاي في المكان استخدمه، يحق لي ان انا مثلا اشتري واحده في المكتب، احطها في البيت في المكتب وتسحب الطاقه السلبيه، ان هي اصلا ملح. يعني تسحب الطاقه السلبيه. يعني الملح عامل للطاقه الايجابيه. وانا سامع برضك واعرف ان هو بيحسن وظائف الجسم. هو الملح ده مش مكتشف من النهارده ولا امبارح. يعني هو الملح ده كان في بريطانيا، في مستشفى في بريطانيا، معمول من 1854. في عالم بريطاني كان اكتشف ان عمال مناجم الملح فيهم صحة اكتر من الناس الطبيعية. فبعد كده بدأ يصمم غرفة في مستشفى، غرفة كلها ملح للاستشفاء. فبدأت يعني موضوع الاستشفاء بتاع الملح ده من 1854. يعني ممكن نستدل من الكتابات، من المقابر، من النصوص، ان كان في استخدام للملح ايام القدماء المصريين. المكان غير ان انا داخل كده وبلاقي بهو كبير واماكن للقعاد. بعد ما بقعد هنا بعمل ايه الاكتيفيتي اللي جايه؟ في غرف استرخاء. دي غرف استرخاء. وفي غرف ردم. طيب دي غرفة ايه؟ غرفة استرخاء برضه. غرفة استرخاء. انا دخلت كده غرفة الاسترخاء، غرفة كلها من الملح. الغرفة فيها كراسي انتريه بس. الحيطان، السقف، الارضية كله ملح، وده شيء جميل جدا. الكرسي ده بتجيب شازلونج عشان
يدي استرخاء اكتر. يدي استرخاء اكتر. وكل الفتره يعني ده شازلونج. الفتره بتاخد يعني اقعد كده جرب لي كده ان انت بتعمل، انت بتسترخي، بتبقى عامل ايه؟ بتبقى قاعد في الوضع ده. اصلا انت موجود بتشم ريحه اليود بتاع الملح. فلو في مشكله في الجيوب الانفيه، في مشاكل صحيه كثيره طبعا، ماده اليود دي بتطلعها، غير الطاقه السلبيه يعني حساسيه في الصدر. يعني اليود كمان اللي في الملح بيفيد بيفيد في التنفس وبيفيد لعلاج الجيوب الانفيه. ده حاجه كويسه جدا. الحساسيه، الربو، الالتهابات في المفاصل، العظام، ده حاجه جميله جدا. طيب انا هطلع كده بره كمان. دي غرفة استرخاء ورديم. ورديم يعني ايه رديم؟ الشخص بيبقى قاعد بينام وبيتردم بالملح. وبيتردم. طيب. المفاصل والعظام. طيب هل بيقلع هدومه بالكامل؟ على حسب، يعني ممكن عادي بالهدوم او من غير بالشورت مثلا او بالشورت، بحيث ان هو بيبقى نايم في الارض وبيتغطى بالملح. بيتغطى بالملح. يعني دي هنا مش استرخاء بس، استرخاء ودفء. استرخاء ودفء. عندك هنا ارتفاع الملح من الارض 50 سم. 50 سم يعني بتمتص كل الالام اللي في المفاصل. يعني الملح بيساعد على حل استشفاء العضلات والمفاصل من الروماتيزم، من الام. وده اليود بتحسن من الصدر، الجيوب الانفيه. انك انت لما بتستنشق اليود بتاع الملح ده بتحسن معاك الجيوب الانفيه، الصدر. كلنا محتاجين موضوع الجيوب الانفيه والصدر والتنفس، علشان وطلع برضه اهم حاجه الطاقه السلبيه. يعني الطاقه السلبيه. مكان جميل جدا. ونيجي لجزء تاني في المكان. دي برضه غرفه رديم اخرى. غرفه رديم يعني زي VIP كده. يعني لو مجموعه واحد ومراته مثلا عايزين في مكان لوحديهم هتبقى هنا ان شاء الله. طيب دي غرفه رديم للاستخدام الشخصي، واحد او واحد ومراته، بحيث ان يبقى فيه في عزله لوحده في المكان. دي الغرفه اهي. برضو السقف ملح والحيطان ملح والتكييف طبعا شغال والارضيات ملح. كله ابيض، كله جميل، وكله ملح. هندخل بعد كده ممر من الملح. غرفة رديم برضو. غرفة رديم خاص. حلوة الإضاءة جميلة جدا. بصراحة المكان متكلف ومتأسس على أكمل وجه. جميل جدا. طيب ممكن أسأل؟ إن شاء الله قريبا هنعمل بحيرة ملح. بحيرة ملح إن شاء الله. طيب الحاجات الموجودة دي إيه بقى؟ دي أحجار مضيئة. دي أحجار مضيئة. أحجار مضيئة. لا، أحجار مضيئة ده ملح مش أحجار. ملح الهيمالايا والحاجات اللي زي كده. ده ملح من جبال الهيمالايا. الملح ده بقى بيمتاز بايه؟ هو بيبقى مضيء ما هو نفس فكرة الملح يعني، بس هو ده فكرته ان هو اللي بيتبني بيه. اللي بيتبني بيه اللي بيتعمل بيه المباني. اللي بيتعمل بيه المباني. بيبقى ملح صخري، بيبقى من جبال مثلا جبال الهيمالايا ملح صخري. جبال سيوة. طيب احنا كده شفنا الملح المضيء، وشفنا السقف بتاع المكان، وشفنا الديكورات المعمولة، وشفنا غرف الدفن كلها 50 سم بتقول؟ 50 60 سم 50 60 سم ارتفاع الملح، بحيث ان الواحد يدفن براحته ويسترخى براحته. بيقعد قد ايه بقى في الملح؟ 45 دقيقة. 45 دقيقة. 45 دقيقة الجلسة. جيت مثلا واستخدمت المكان بالكامل وقعدت فيه، هل الاستخدام بيتعدى الساعة ولا في حدود الساعة؟ في حدود الساعة مش كده؟ في حدود الساعة. في حدود الساعة. 60 دقيقة. 60 دقيقة. شيء جميل جدا، وإن شاء الله موفقين. وده أول منتج سياحي في الأقصر، إسبا السياحة العلاجية الاستشفائية، ويعتبر رقم 1 في الصعيد.